السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم وجولة جديدة من متغرب في السعودية في اسكندرية، وبنكمل جولتنا اللي بدأناها قبل كده، بس دي جولة ليلية من مساء اسكندرية الرايق. بداية من فندق تريانون اللي متصمم على الطريقة الإيطالية الأوروبية. غير إن أجواء الشتاء عندنا في اسكندرية فعلا أجواء أوروبية جميلة. هنا محطة الرمل قلب اسكندرية النابض، بداية من شارع سعد زغلول ومنه لشارع صفية زغلول. حد يسألني ايه ده، هم اخوات ولا ايه؟ اقول له لا طبعا، صفية زغلول دي تبقى مرات سعد زغلول. عاوز اقول لكم التمشية في شارع سعد زغلول حاجة كده اخر جمال وروقان. ودي صورة قديمة للترام بتخلينا نحس بروح الزمن الجميل. ترام محطة الرمل اقدم وسيلة مواصلات في اسكندرية. الترام دي جزء من اسكندرية. الترام هنا بدأ من 120 سنة، وبرغم التطور والزحمة لسه الترام محافظة على وجودها، كأنها بتقول إن اسكندرية ما بتنساش تاريخها حتى وهي بتتغير. اسكندرية بالليل حاجة مختلفة تماما عن اسكندرية بالنهار، في هدوء وراحة، حتى صوت البحر بيبقى أوضح. وبالذات في الشتاء احنا كاسكندرانية بنحس بحلاوة اسكندرية أكتر في الشتاء. التمشية على الكورنيش بالليل حوار لوحده، الواحد بيحس إنه طاير وبينسى هموم الدنيا كلها في الشوية دول. ويا سلام بقى على بحري بالليل والشيخ وفيق، طبعا احلى ايس كريم ورز بلبن تاكله من عنده. وما ينفعش تنزل بحري من غير ما تاكل كسكسي باللبن، حاجة كده جامدة قوي. تشوف طريقته وهو بيتعمل قدامك، سكر ومكسرات ولبن، حاجة كده تروق دماغك. وطبعا طالما رحت بحري لازم تعدي على القلعة دي على البحر من اكتر من 500 سنة. تخيل اتبنت سنة 1477، وكانت خط الدفاع الاول عن مصر من ناحية البحر. حاجات كتير اتغيرت في اسكندرية، بس هي فضلت مكانها في ثبات وشموخ لحد وقتنا هذا. وبنرجع بقى من على طريق الكورنيش، نعدي على جلاتي عزة من محلات الايس كريم المشهورة جدا في اسكندرية، وشارع قهوة فاروق. كل حتة في بحري ليها قصة وتاريخ. وطبعا ما ينفعش تمشي من بحري من غير ما تعدي على طلعت، احسن واحد بيعمل صوبيا في اسكندرية. عايز اقول لك الصوبيا بتاعته دي مزاج، تحس ان انت بتشرب قشطة. ونختم جولتنا من محطة مصر بعد التطوير اللي حصل فيها. كان معاكم محمد عبد الفتاح ومتغرب في السعودية من اسكندرية. لو عجبك الفيديو لايك وشير وفولو لصفحتنا عشان يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.